مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا ميادة ودي قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة صينية البطاطس بالسجق. بس قبل ما نشوف الطريقة والمقادير يا ريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. في البداية هنا هنبدأ نجهز الخضار اللي هنحطه مع البطاطس. معايا نص حبة من الفلفل الرومي الأصفر والأحمر والأخضر، ومعايا فلفل حامي، ومعايا هنا بطاطس 3 حبات من البطاطس او 4، تعملي الكمية براحتك اللي انت عايزاها. ومعايا جزر. هبدأ هنا اقطع البطاطس بالشكل ده. انا بحب اقطع البطاطس مكعبات، برضو ما بحبهاش تكون كبيرة قوي، يعني تكون حجم وسط كده. وتقدري تقطعيها صوابع براحتك، برضو ما فيش مشكلة صوابع تكون تخينة شوية علشان تستحمل درجة الحرارة في الفرن. صينية البطاطس دي يا جماعة بتكون طعمها حلو قوي قوي بجد. يعني البطاطس بتكون شاربة كده من السجق ومن الخضار، بتبقى طعمها حلو قوي. جربوها ان شاء الله تعجبكم. هنا خلاص كده قطعت كل الخضار وقطعت الجزر. هنا بقى معايا نص كيلو من السجق البلدي، بجيبه من عند الجزار. انا بحب اجيبه طازة كده، بس يا ريت لما نيجي نشتري السجق نشتريه من مكان موثوق منه، يعني يكون من مكان كويس او جزار كويس احنا متعودين نشتري منه الحاجات بتاعتنا. انا بحب برضو اقطع السجق بالمقص، بيكون اسهل كتير. ويفضل لو حطيتيه شوية في الفريزر قبل التقطيع، بيكون اسهل كمان في التقطيع. هنا كده خلاص قطعت الكمية كلها بالشكل ده. هاجي بقى في طاسة على النار، هنزل بمعلقتين من الزيت. انا مش هزود هنا مادة دهنية كتير لان السجق هينزل دهون دلوقتي. هبدأ بقى اشوح كده كمية السجق بالشكل ده. هنا بدأت كده تنزل الدهون بتاعتها شوية، وينزل شوية المية كده اللي بينزلهم. هبدأ بقى اسحب بقى كل السجق دوت كده اشيله بالشكل ده. معايا هنا بقى حبة بصلة كبيرة او 2 وسط، فرماهم كويس. مش فرم ناعم قوي، يعني وسط كده، يعني بحب البصل يكون ظاهر فيه شوية. هبدأ اشوح فيه بالشكل ده. هنا خلاص اول ما بدأ يدبل نزلت بكل الخضار واقلبه كويس كده. نزلت هنا ب3 فصوص من الثوم، هبدأ اشوحهم مع البصل والخضار. اول ما ابدأ اشم ريحة الثوم هنزل بالبطاطس واشوحهم كلهم كده كويس مع بعض. عندي هنا بقى التوابل. معايا كزبرة، فلفل اسود، كمون، شطة اختياري، البهارات ال7. معايا هنا سماق. كل حاجة من دول نص معلقة صغيرة. ابدا بقى اشوح بقى التوابل دي كلها مع البطاطس. مش قادره اقول لكم الريحه هنا قلبت الدنيا. ملح طبعا، نزلت بملح. نزلت هنا بحبتين من الطماطم المبشوره، وهنزل بمعلقه من الصلصه. هبدا اشوح كل ده كده مع بعض. في الوقت دوت بقى هبدا انزل بالسجق، اشوحهم كده كلهم مع بعض. هنزل هنا بورقتين من ورق اللورا، بيديها ريحه حلوه قوي. هنزل هنا بقى بكوبايه من الميه المغليه. اول ما تبدا تغلي حطهم بقى في صينية وادخلهم الفرن. انا مشغله الفرن قبلها ب10 دقايق. هدخل الصينية دي الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. هتقعد حوالي نص ساعة، لان يعتبر شبه كل حاجة مستوية. البطاطس بس مجرد ان هي تستوي. هنا كده خلاص بعد ما خرجت من الفرن، مش قادرة اقول لكم مستوية ازاي، والبطاطس دايبة جدا، والسجق استوى، وطعمها خطير خطير يا جماعة بجد. يا ريت بقى تجربوا الوصفة دي. انا هنا قدمتها مع رز ابيض، وتقدري عادي تاكليها بالعيش مفيش مشكلة. بس عندنا فريق في البيت بيحبها برز، وفريق بيحبها بعيش. يا ريت بقى يا جماعة لو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. باي.